السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنكمل مع بعض حل أسئلة الدرس الأول في كتاب الأضواء صفحة 14. ده الجزء الثاني. اللي لسه ما شافش الجزء الأول هتلاقيه عندك في الوصف تحت أسفل الفيديو. أولا لو أنت لسه جديد معانا وأول مرة تشوفنا، ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا باللايك وتشارك الفيديو مع أصحابك لكي نستمر. المستوى الرابع، السؤال الأول: بما تفسر 1 الأهمية الاقتصادية لقصب السكر. إيه هي الأهمية الاقتصادية لقصب السكر؟ هقول له يدخل في صناعة السكر. يبقى قصب السكر يدخل في صناعة السكر. أهمية رؤوس الأموال لقيام الزراعة. رأس المال ليه أهمية في الزراعة؟ هقول له إقامة العديد من المشروعات الزراعية. إقامة العديد من المشروعات الزراعية. يبقى أهمية رؤوس الأموال لقيام الزراعة إقامة العديد من المشروعات الزراعية. كمان رأس المال يستخدم لشراء الآلات وشراء البذور والمعدات اللازمة للزراعة. تعاني الزراعة بالوطن العربي من عدة مشكلات. هقول له بسبب تذبذب الإنتاج الزراعي، وعدم استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة، وقلة استخدام الأساليب التكنولوجية في الزراعة، وحدوث مشكلة التصحر. يبقى تذبذب الإنتاج الزراعي وحدوث التصحر. يبقى من المشكلات اللي بتعاني منها الزراعة في الوطن العربي تذبذب الإنتاج الزراعي بسبب الاعتماد على مياه الأمطار في الزراعة، وحدوث التصحر، وعدم استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة، وقلة استخدام الأساليب التكنولوجية في الزراعة. قيام الزراعة في الأجزاء الشمالية للوطن العربي بسبب اعتمادا على مياه الأمطار، أو بسبب سقوط الأمطار الشتوية. يبقى اعتمادا على مياه الأمطار. يبقى قيام الزراعة في الأجزاء الشمالية للوطن العربي اعتمادا على مياه الأمطار. تناقص مساحة الأراضي الزراعية بالوطن العربي بسبب تعرض الأراضي الزراعية إلى مشكلة التصحر، وتفاوت كمية المطر والرعي الجائر. بسبب الرعي الجائر وتفاوت كمية المطر وزحف الرمال وحدوث مشكلة التصحر. قيام الزراعة في واحتي الداخلة والخارجة بمصر. ليه؟ هقول له اعتمادا على المياه الجوفية. يبقى بسبب وفرة المياه الجوفية في الواحات. السؤال الثاني: ماذا يحدث إذا 1 منعت الدول العربية الرعي الجائر وقطع الأشجار؟ سوف يؤدي ذلك إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية وعدم حدوث مشكلة التصحر للأرض الزراعية. يبقى زيادة مساحة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج. يبقى زيادة مساحة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجها وعدم حدوث مشكلة التصحر. 2 اعتمدت معظم الدول العربية على الري من الأنهار. يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج الزراعي وعدم تذبذب الإنتاج. يبقى زيادة الإنتاج الزراعي وعدم تذبذب الإنتاج. 3 لجأت الدول العربية إلى استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة. برضو زيادة الإنتاج الزراعي في الوطن العربي وحل مشكلة الزراعة. زيادة الإنتاج الزراعي وحل مشكلة الزراعة في الوطن العربي. يبقى زيادة الإنتاج الزراعي وحل مشكلة الزراعة في الوطن العربي. السؤال الثالث: ما النتائج المترتبة على 1 تنوع المناخ في الوطن العربي بالنسبة للزراعة؟ تنوع المناخ أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية. أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية، وبالتالي حدوث تبادل وتكامل بين دول الوطن العربي. يبقى أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية وحدوث التبادل والتكامل بين دول الوطن العربي. 2 زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية. زيادة الطلب أدى إلى التوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج. أدى إلى التوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج. يبقى أدى إلى التوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج. 3 الإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة أدى إلى حدوث مشكلة التصحر
وتناقص قدرة الأرض على الإنتاج أدى إلى تناقص قدرة الأرض على الإنتاج. يبقى أدى إلى تناقص قدرة الأرض الزراعية على الإنتاج اللي هي مشكلة التصحر. اعتماد أغلب الدول العربية على الأمطار في الزراعة أدى إلى تذبذب الإنتاج الزراعي. أدى إلى تذبذب الإنتاج الزراعي. يبقى أدى إلى تذبذب الإنتاج الزراعي. السؤال الرابع: دلل جغرافيا على صحة العبارتين الآتيتين. 1. تتوافر في الوطن العربي العوامل البشرية لقيام الزراعة. هقول له العوامل البشرية زي الأيدي العاملة والسوق ورأس المال. يبقى العوامل البشرية زي الأيدي العاملة والسوق ورأس المال. 2. تتعدد أسباب حدوث التصحر في الوطن العربي. هقول له الدليل: من أسباب حدوث التصحر في الوطن العربي تفاوت كمية المطر وزحف الرمال والرعي الجائر وقطع الأشجار. دي كلها من أسباب حدوث التصحر في الوطن العربي. مستوى القمة. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين أ وب وج ودال. توجد علاقة بين قيام الزراعة وسقوط المطر في الأجزاء الجنوبية لدولتي. قيام الزراعة وسقوط المطر يبقى في الأجزاء الجنوبية لدولتي الصومال وموريتانيا. جنوب الصومال وجنوب موريتانيا بتقوم فيها الزراعة على مياه الأمطار. أي الدول التالية تعد أكثر تنوعا لمصادر المياه العذبة في الوطن العربي؟ طبعا دولة مصر، فيها مياه نهر النيل ومياه جوفية في الواحات ومياه أمطار على الساحل الشمالي. أي المناطق العربية الآتية تتوفر بها العوامل البشرية اللازمة لقيام الزراعة وتقل بها العوامل الطبيعية؟ العوامل البشرية زي الأيدي العاملة والسوق ورأس المال دولت متوفرين في دول الخليج العربي. أما العوامل الطبيعية زي المياه العذبة بتقل العوامل الطبيعية، والتربة الخصبة برضو مفيش تربة خصبة في دول الخليج ولا مياه عذبة زي مياه الأنهار، وتنوع المناخ. أما بيتوفر في دول الخليج رؤوس أموال وسوق وأيدي عاملة. يلاحظ من مناطق سقوط الأمطار بالوطن العربي أن أكثر جهات الوطن العربي تعرضا لسقوط الأمطار هي المناطق الشمالية. أي دولة من الدول العربية التالية تعد أقل تذبذبا في الإنتاج الزراعي؟ المغرب والجزائر وموريتانيا بيعتمدوا على الأمطار، عشان كده بيحصل في الدول دي تذبذب في الإنتاج الزراعي لأنهم بيعتمدوا على الأمطار. أما السودان فبتعتمد على مياه النيل التي تعد أقل تذبذبا في الإنتاج الزراعي. أكثر جهات الجناح العربي الآسيوي فقرا في مصادر المياه العذبة؟ طبعا الوسط، لأن الوسط بيعتمد على المياه الجوفية. شمال الجناح العربي الآسيوي مياه أمطار ومياه أنهار، والجنوب بيعتمد على مياه الأمطار برضو. أما في الوسط فبتعتمد على المياه الجوفية. السؤال الثاني: ما العلاقة بين المناخ والزراعة؟ تنوع المناخ أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية. تنوع المناخ ساعد على تنوع المحاصيل الزراعية. أو المناخ من العوامل الطبيعية لقيام الزراعة. الزراعة والصناعة في الوطن العربي، في علاقة بين الزراعة والصناعة. هقول له توفر الزراعة المواد الخام اللازمة للصناعة. يبقى الزراعة بتوفر المادة الخام اللازمة للصناعة. قصب السكر والصناعة. يدخل قصب السكر في صناعة السكر. يدخل قصب السكر في صناعة السكر. يبقى يدخل محصول قصب السكر في صناعة السكر. الزيادة السكانية والنشاط الزراعي بالوطن العربي. زيادة السكان في الوطن العربي أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات الزراعية، مما أدى إلى التوسع في النشاط الزراعي. يبقى زيادة السكان ساعد على التوسع في النشاط الزراعي بالوطن العربي. يبقى زيادة السكان في الوطن العربي ساعد على التوسع في النشاط الزراعي بالوطن العربي،
بسبب زيادة الطلب على المنتجات الزراعية. نحل بقى اختبر نفسك على الدرس الأول. السؤال الأول: ألف، أمامك خريطة للوطن العربي، اكتب مدلول الأرقام التي عليها. 1. دولة تعتمد فيها الزراعة على مياه الأنهار. رقم 1 ديت دولة العراق، يبقى دولة العراق تعتمد فيها الزراعة على مياه نهر دجلة والفرات. 1 تعتمد على المياه الجوفية في الزراعة. في مصر هنا 1 سيوة، يبقى 1 سيوة. دولة تعتمد على الأمطار في الزراعة. رقم 3 دي دولة إيه؟ دي دولة المغرب، يبقى دولة المغرب. 4 نهر، في هنا نهرين في الصومال، نهر جوبا وشبيلي، نهر جوبا وشبيلي. يبقى نهر جوبا وشبيلي، جوبا اللي في الجنوب وشبيلي اللي فوق هنا في الشمال، والنهرين دولت في الصومال. 5 دولة تقوم فيها الزراعة على مياه الأمطار. رقم 5 دي دولة اليمن، دولة اليمن تقوم فيها الزراعة على مياه الأمطار. بما تفسر 1 قيام الحضارة في المناطق الزراعية. هقول له بسبب استقرار الإنسان على جانبي الأنهار والبعد عن حياة التنقل والترحال وقيام الزراعة. يبقى بسبب استقرار الإنسان على جانبي الأنهار وقيام الزراعة ساعد على قيام الحضارة في المناطق الزراعية والبعد عن حياة التنقل والترحال. تذبذب الإنتاج الزراعي في الوطن العربي بسبب الاعتماد على مياه الأمطار في الزراعة، بسبب الاعتماد على الأمطار في الزراعة وهي غير ثابتة. يبقى بسبب الاعتماد على الأمطار في الزراعة وهي غير ثابتة. 3 زادت كميات الأمطار بالوطن العربي واستمرت دون تذبذب. السؤال ده المفروض ماذا يحدث إذا زادت كمية الأمطار بالوطن العربي واستمرت دون تذبذب؟ هقول له أدى ذلك إلى زيادة الإنتاج الزراعي وعدم وجود مشكلة في الزراعة. يبقى أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي وعدم وجود مشكلة في الزراعة. يبقى السؤال ده هنحله: ماذا يحدث إذا زادت كمية الأمطار بالوطن العربي واستمرت دون تذبذب؟ يبقى لو زادت واستمرت دون تذبذب أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي وعدم وجود مشكلة في الزراعة. السؤال الثاني: أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. تعتمد معظم الزراعة في الوطن العربي على الأمطار. يبقى معظم الزراعة في الوطن العربي بتعتمد على الأمطار. تقوم الزراعة على جانبي نهري دجلة والفرات في دولة العراق. يعد من العوامل الطبيعية اللازمة لقيام الزراعة في وطننا العربي. العوامل الطبيعية: المياه العذبة والمناخ والتربة الخصبة. يبقى المناخ والمياه العذبة والتربة الخصبة من العوامل الطبيعية اللازمة لقيام الزراعة في وطننا العربي. تقوم الزراعة في مصر بشكل أساسي على نهر النيل. يبقى تقوم الزراعة في مصر بشكل أساسي على نهر النيل. ما النتائج المترتبة على توافر الأنهار بالوطن العربي؟ توافر الأنهار أدى إلى قيام أعرق الحضارات بالوطن العربي مثل الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق وقيام حرفة الزراعة. يبقى قيام حرفة الزراعة واستقرار الإنسان وقيام الحضارات بالوطن العربي. يبقى توافر الأنهار بالوطن العربي ساعد على قيام حرفة الزراعة واستقرار الإنسان وقيام الحضارات مثل حضارة مصر القديمة وحضارة بلاد العراق القديم. 2 تنوع المناخ في الوطن العربي بالنسبة للزراعة أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية وبالتالي حدوث تبادل وتكامل بين الدول العربية. يبقى أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية وحدوث التبادل والتكامل بين الدول العربية. ج قارن بين العوامل الطبيعية والبشرية لقيام الزراعة في الوطن العربي. العوامل الطبيعية: المناخ، المياه العذبة، التربة الخصبة. يبقى العوامل الطبيعية: المناخ، مياه عذبة، تربة خصبة. أما العوامل البشرية: الأيدي العاملة والسوق ورأس المال. دي عوامل بشرية ساعدت على قيام الزراعة: الأيدي العاملة، السوق ورأس المال. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية
اختبر نفسك على الدرس الأول. أشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم خبير في مادة الدراسات الاجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.